صباح الفل والورد والياسمين على احلى اخوات في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسيش لو انت جديدة في القناة تفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، عشان كل لما انزل فيديو يوصلك الاشعار بتاعي. زي ما انتوا عارفين ان انا بشارك يوم في كل تفاصيله معاكم. النهارده نبدأ اليوم بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول كده ما نبدأ الفيديو، كل سنة وانتم طيبين ويا رب تعود عليكم الايام بالخير. بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، علشان بسبب العام الجديد، علشان الدراسه خلاص داخله علينا، عايزه تدخل علينا كده والدنيا تبقى زي الفل، ونهتم باولادنا بقى والواجبات بتاعتهم، تبقى الدنيا حوالينا كده نظيفه. فبدات باصعب حاجه في البيت ان انا اللي هو المطبخ. قلت انضف المطبخ في الاول واشيل اللزج اللي على الرخام، علشان صراحة كان بقاله فترة حطاه. انا بحب صراحة كل فترة كده تغيير، ما بحبش حاجة يعني ثابتة مكانها. بعد كده بقى طلعت يعني قلت كده اجيب المطبخ من فوق لتحت. جبت خلعت الشفاط كده من مكانه، وبدأت دعكت السيراميك اللي حواليه باللوفة. وبعد كده جبت فوطة كده وبدأت امسح في السيراميك، عشان لو عليه ترابة، عليه شوية دهون، عليه اي حاجة، ابقى نضفت الحيطه كويس من الدهون. شايفين الشفاط كان متبهدل صراحه. انا بحب كده لما ابص على الشفاط الاقيه نظيف. بحب كل فتره ان انا لازم انزله وادعك دعكه كويسه. طول ما هو ما يعني مش بتسيبيه يتراكم، طول ما انت بتعمليه اول باول مش هتتراكم عليه الدهون، مش هيتعبك، مش هتجيبي منظفات كتير، بحته سلكه بلدي وشويه صابون معين وهتخليه زي الفل. وفي نفس الوقت يعني مش هتجيبي منظفات غاليه ولا اي حاجه. انا بص والله بالسلك البلدي، وبدات ان انا يعني دعكه كده عاديه كأني بدعك مواعين عادي، وصابون مواعين ومفيش اي حاجه تاني، وبقى زي الفل وبقى منور معايا. صراحة مش بحب اي حاجة على اللي يتراكم عليها الدهون عندي، عشان تنضف معايا بسهولة، ايديا ما توجعنيش، ما اشتريش منظفات غالية، وتبقى كل حاجة في نفس الوقت كده تفضل على حالها وجديدة، ما تقدمش مني بسرعة وتبوظ بسبب الاتساخ اللي يجي عليها وكل الكلام ده. انا عارفة ان كل ستات البيوت شاطرة، بس انا يعني بشجعكم ان انتوا تقوموا قبل الدراسة. طبعا الدراسة بتبقى في الشتاء، وعقبال ما الاولاد يروحوا المدارس ويجوا بيبقى عايزين يجوا يلاقوا الغدا، عايزين تقعدي معاهم تعملوا معاهم الواجبات. الحاجات دي هتوفر عليكي وقت كتير. لما المطبخ يبقى بتاعك نظيف هتدخلي تعملي الاكل وتطلع بقى يبقى مطبخك نظيف وزي الفل. اللي هو الاطباق بس مكان ما اكلته. فيا رب يعود عليكم الايام بالخير. ان شاء الله هنعمل الشقه كلها علشان نفرش اللي هو الفرش الشتوي، ان خلاص برضو دخلنا في الطروات. يعني الجو بقى هيبقى هوا شويه كده، هتلاقوه بقى هوا ومطر، ومش هنقدر نحط ايدينا كتير في الميه. هو ما بنستغناش عنها، بس مش هنقدر نحط ايدينا كتير زي في الصيف. فقلت بقى ايه اشجعكم كده واتشجع معاكم. انا صراحه بحب الروتينات جدا. ان انا وانا ببقى بتفرج على الفيديو معاكم، عارفين والله العظيم انا ببقى متشجع ان انا اقوم اعمل تاني، يعني ببقى متحمسه وكده. وعارفين قول الله المستعان، وصلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وشغل الفيديو كده جنبك، ويلا قومي اتنشطي. لو وراكي اي حاجه كده وكسلانه ان انت تعمليها، يلا قومي كده، عايزه كده تنشطي وتاخدي قطعه من النشاط وتقومي تشوفي وراكي ايه. اللهم صل على الحبيب. عارفين انا بقى الواحد لما بيبقى بادئ في حاجه وفي نيته حاجه وتيجي حاجه تانية كده تغير الموضوع، هو ده حصل لي في نفس اليوم. يعني انا ما كملتش معاكم المطبخ كله في نفس اليوم. ان شاء الله انزل لكم يعني الفيديو على جزئين، لان يعني ما خلصتش المطبخ كله في مره واحده، لان حصلت ظروف. اول ظرف اللي هو النور بيروح. النور راح، بعد ما النور راح حصل لي ظرف ان انا لازم اطلع، يعني امشي اروح في مشوار يعني. فعقبال ما جيت كان بالليل خالص، فما قدرتش ان انا اكمل، يعني كان الوقت اتاخر. ولا انا لو كان فيها شويه مجهود شويه كنت عملت، بس صراحه ما كانش عندي اي مجهود خالص. نروح تاني. النور راح تاني، سامعينه؟ يوسف ما شاء الله عليه بيحب يتكلم. بس فلما النور راح فما قدرتش ان انا اكمل، وحصلت لي الظروف دي. فما يعني بتبقى بترتب الحاجة ويحصل حاجة تاني خالص. يعني بتبقى اللهم لك الحمد والشكر يا رب، يعني تدابير ربنا فوق كل شيء.
فتاني يوم كملت بقى المطبخ عشان هتلاقوني بقى غيرت اللبس اللي كنت لابساه وعملت بلبس تاني. هو مش هيبقى جامد يعني. اللي انا عملته اللي هو حشت اللزج اللي على الرخامه دي عشان ما كنتش لسه حشته، واللي كان فاضل لي اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد التلاجة، وكنت خلصت خلاص المطبخ، ما كانش فيه حاجات كتيره. اهم في الموضوع الحاجه اللي بتاخد بقى منك وقت صراحه البوتاجاز لو متبهدل، ولو العيون مثلا برضو عليها اتساخ كتير جامد هي اللي هتاخد منك وقت. لو العيون بتاعتك مثلا كلها دهون وكل الكلام ده، هات شويه كربوناتو وشويه خل وشويه صابون واللهم صل على سيدنا محمد وشويه ميه سخنه جامد، وحطوهم في طبق وانقعوهم شويه عقبال مثلا ما تدعك السطح بتاع البوتاجاز، وهم هيبقوا معاكي زي الفل عشان بس ما تتعبيش ويبقوا نضاف. لكن انا صراحه ما كانش عليهم اتساخ جامد قوي، فدعكتهم على طول كده بالسلك البلدي. واحلى حاجه في تنظيف المطبخ السلك البلدي صراحه. يعني السلك البلدي حلو جدا في كل حاجه. انا حطاه تحت اللوفه وببدا ان انا ادعك بيها البوتاجاز وكل حاجه صراحه بتنضف. يعني اللوفه بحسها ما بتنضفش زي طبعا السلك البلدي. السلك البلدي بي بينضف حلو قوي، بس لو في حاجه يعني هتتجرح وتبوظ منه ما تدعكهاش بيه. يعني أنا لو في حاجه مثلا بحس ان هو هيبوظها ما بدعكش بيه. بس في حاجات كتيره يعني استخدامي ليه كتير، للحلل الالومنيوم وللحواض بيخلي الحواض بتنور، اذا كان حوض المطبخ او حوض الحمام. يعني صراحه في كل حاجه حلو، في كل حاجه. اللي هو السلك البلدي بحب اجيب منه بالربع كيلو، والله الربع كيلو مش عارفه وصل كام دلوقتي، وبقطع كده وبحطه تحت الحوض. يعني كل ما اجي مثلا بعمل حاجه بروح مطلع منه القطع كده، بيبقى حلو جدا. هتلاقوه عند اي واحد بيبيع منظفات، يعني عند اي صبانه هتلاقوه موجود عنده. وفي منه اللي هو بيبقى المدور ده برضه بيبقى حلو، اللي هي السلكه اللي هي بتتباع بالقطعه دي برضه بتبقى حلوه. كنت بدعك بيها اللي هي الحوامل بتاعه البوتاجاز برضه بتبقى جميله، لان الحوامل طبعا لما بنحط طاسه الزيت بيطير عليها زيت وكل الكلام ده، فبتلاقوه بيتراكم كده عليها ويعمل زي طبقه، فهو ده بيطلع الطبقه اللي عليها. لكن انا يعني بحب ان انا احطه في الحمام اعزكم الله، وميه سخنه بقى بتغلي، وبالفرشه بتاعه السجاد، واي بقى منظف مثلا صابون معين برسل جل اي حاجه من الكلام ده، وببدا بقى احك شويه. بس عايز شويه صحه، يعني بيبقى عندك شويه صحه جامدين كده وتنزل عليهم حك بصراحه احلى من اي سلك واي حاجه تنجعهم فيها. لو عليهم دهون الدنيا هينضفوا ويبقوا زي الفل بالفرشه اللي هي بتاعه السجاد. والميه السخنه طبعا بتنزل اي دهون من عليهم. ولو صابون او اللهم صل على سيدنا محمد ولا برستيل جل، يعني اي منظف بيرغي كده وحلو. بعد كده بعد ما خلصت البوتاجاز ونشفته، بحب ان انا اجيب اللي هو الملمع بتاع الجزاز ورش كده رشه وامسحه بالجرنان. صراحه بيبقى زي المرايه، بيبقى منار كده، بيفتح النفس كده وانت واقفه تعمل الاكل. صراحه بيبقى شكل البوتاجاز نفسه حلو، يفتح النفسيه طول ما انت ملمعاه كده بالملمع بتاع الجزاز. ان طبعا لما بتعملي كده بالصابون بيبقى بيسيب جيره، بيبقى مجير شويه. بعد كده كل فتره يعني كل شهر او كل مثلا شهر ونص بحب ان انا افك اللي هو الجزاز اللي هو في البوتاجاز ده، عشان لو عملت كيك عملت اي حاجه ابقى شايفاها بس من جوه لما نور النور اللي هو جوه البوتاجاز. فبما ان انا طبعا بنضف التنظيفه العميقه فلازم اشيله وادعكه دعكه كويسه. والصاج ده علشان مثلا بعمل عليه حواوشي برضو كان متسخ فحشته، ان انا بحط عليه هو مباشره الاكل. يعني مش بحط الحواوشي في صينيه تاني، لا بحطه عليه هو مباشره، فلازم يكون نضيف. فطلعته برضو عشان افك منه الدهون ويتغسل. اللهم صل على سيدنا محمد. لو وصلت للجزء ده من الفيديو ست الكل ولسه مشتركتيش، يا ريت تشتركي كده وتنوريني وتشرفيني بالاشتراك بتاعك
وتكتبي لي كومنت حلو زيك، وتدعي لي دعوه حلوه من قلبك. يا رب يدوكوا الصحه والعافيه يا رب، وتقوموا تشوفوا شغل بيتكم. يا رب يقويكوا. يا رب ما يغيب منكم اي حد يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. وادعوا لأموات المسلمين أجمعين بالرحمة. ادعوا لكل الأموات بالرحمة. يا الله يا ربنا يرحم كل الأموات يا رب العالمين. ما يجعل يدخل علينا أي موت فجأة أبدا يا رب العالمين، إلا الموت الفجأة والموت الغفلة. فيا رب ما يدخل علينا أي حاجة وحشة يا رب العالمين. ادعوا ربنا دايما طول الوقت ان ما يدخلش علينا اي حاجة وحشة يا رب، ولا يضرنا في عيالنا ولا في اي حاجة يا رب العالمين. عارفين انا بقى ما عنديش اي حد رايح حضانة ولا اي حد رايح مدارس، بس انا بحب يدخل عليا الشتاء تبقى الدنيا بصوا زي الفل، علشان صراحة يعني الشتاء غير الصيف. اليوم بتاعها قصير وبيطير بسرعة، ما بتلحقيش تعملي اي حاجة اصلا فيه، وبيبقى الجو برد وكسلانين عايزين نقعد تحت البطاطين كده وشوية فشار وكوبايتين سحلب وشوية تسالي كده، وتقعدي تحت البطاطين قدام التلفزيون، مش عايزة تقومي تعملي اي حاجة خالص. فبحب ان انا يدخل عليا صراحة وانا كده ايه مرتاحة. ببقى عايزة اشغل الفرن في الشتاء مثلا، نعمل فطاير، نعمل كيكات، اي حاجة تدفي الشقة من البرد اللي بيبقى فيها. ان لو قفلت كل خرم ابرة في الشقة بعينها بتبقى الجو برد، فبنحاول ان احنا ندفيه كده دفا رباني، يعني منشغلش دفايات ولا كل الكلام ده، عشان طبعا الدفاية مش كويس على الاطفال، بتاخد من الاكسجين بتاع الاطفال وبتاع الكبار، وناس كتير يعني اتأذت منها وفي ناس بتحبها. بس انا صراحة لا، مش من عشاق الدفايات وكل الكلام ده. لا، بحب ان انا اعمل كده جو طبيعي، ان انا اشغل الفرن بتاعي وكل شوية اعمل فطاير، كل يوم اعمل نوع شكل. ان شاء الله نعمل مع بعض كل انواع الفطاير اللي انا بحبها واللي انتوا تطلبوها مني، ان شاء الله كده نعملها مع بعض. هنا كده بقى المرحلة دي خلاص، كنت خلاص جربت اخلص الفرن، ما بياخدش معايا يعني وقت، مش بتكملي فيه ايدك بقى، يعني ادم مسكتيه وقلت الله المستعان وتصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وتستغفر ربنا، هتلاقي كل حاجه ان شاء الله معاكي سهله وما بتاخدش معاكي وقت. وطول ما انت بتبقى فرحانه كده بالحاجه، يعني بتعمليها بحب، مش هتبقى مش هتحسي بالتعب، حتى لو انت تعبانه وعارفه ان الحاجه دي لبيتك وهتنضف بيتك وهتريحك في شويه وهتريحك. هتتعب مثلا ساعتين ولا 3 وهترتاحي، ف هتبقي مش تعبانه حتى لو في تعب الدنيا. شايفين الكرش الكبير ده؟ يعني انا يعني الله لما لك الحمد والشكر يا رب. يا رب يقوم كل حد بالسلامه ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب العالمين. قلت بقى ايه احوش اللزق اللي على الرخام. صراحه بحب التغيير كل فتره كده، يعني مره احط لزق، مره اخلي الرخام كده متعري شويه. بحب ان انا ايه يعني اغير في النفسيه شويه. فقلت بقى تغيير ان انا اللهم صل على سيدنا محمد اغير في المطبخ كده، لو ان انا هحوش اللزق بس، واجيب اي حاجه مثلا كده احطها على الرخامه، اجيب طقم كوبايات جديد مثلا. فده بيغير في النفسيه ويخليكي ايه حابه الحياه شويه يعني بدل ما كل يوم بنقوم الصبح ننضف ونعمل، فبنغير شويه. هحوش بقى كل اللزق اللي على الرخام ده، وبعد كده هدعكه دعكه حلوه بالسلك البلدي، ان بيبقى سايب مكانه يعني زي لزق كده، بتبقى بتلزق شويه، فالسلك البلدي بيحكها جامد وينضفها ويخليها كده ايه ما فيهاش اللهم صل على سيدنا محمد، ما فيهاش التلزيقه. لكن اللوفه صراحه ما طلعتش اللزق اللي ملزوق عليها قوي يعني. فبدأت ان انا ايه انضفها كده واخليها زي الفل. بصوا تغيير بقى، يعني احنا نخليها شوية متعرية، وان شاء الله المرة الجاية نجيب لزق لون مختلف ونلزق. بصوا بدأت ان انا ادعك باللوفة جامد، حسيت ان انا بحط ايدي حاساه ان هو مش اللهم صل على سيدنا محمد مش طالع باللوفة. فرحت جبت بقى اللي هو السلك البلد ودعكتها بيه.
بس عايزة حك يعني جامد شوية، لان اللهم صل على سيدنا محمد، المادة اللي هي بتبقى لازجة اللي في اللزج دي بتلزج على الرخامة كده، وبتبقى عاملة لزج على الرخام، مش بتحسيه غير بايدك، ولما بتحط ايدك كده عليه بيبقى بيلبك شوية. هي خدت معايا وقت طبعا جامد في الحك، وانا مرضاش هطول عليكم يعني في التصوير، بس هي خدت معايا حك. حتى هتلاحظوه في الفوطة حاجات كده البيضة اللي هي بتاعة اللزج. بصوا، مسكت كده الفوطة علشان انا مش ببقى عايزة المطبخ يتبل مني مية، علشان المطبخ خشب وما يبص وما يلمش حشرات من كتر المية، فما بجيبش صراحة على الخشب بتاع المطبخ مية خالص. بصوا بقت زي الفل اهي ونورت. رجعت بقى ايه، هرجع كل حاجة كده ايه مكانها ولمعها بس من التراب. بصوا هتشوفوا المطبخ ده في الاخر ان شاء الله زي العروسة. إيه، انا بحب صراحة يعني لما ادخل في الحاجة هنضفها كده، انضفها بالمرة وانضفها تنظيفة حلوة. كل حاجة ايه، هو المفروض كانوا عايزين يتغسلوا صراحة بالمية، وقلت لسه هستنى لما ينشف ومش عارفة ايه. لا خلاص انا عايزة انجز بقى واطلع من المطبخ ده وكل الكلام ده. غسلت كل حاجة صراحة فيه فتعبت، وتاني يوم كملت غسيل التلاجة وشوية تفاصيل كده، بس ما صورت الصراحة. هصورهولكوا بعد ما خلصت خالص وانزلكوا الفيديو ان شاء الله، عشان تقوموا تتشجعوا كده وتاخدوا قطعة من النشاط، وتشوفوا لو وراكوا اي حاجة تقوموا كده تتشجع. لو لسه ما غسلتش البطاطين واحنا داخل علينا الشتاء، في ناس بتشيل البطاطين من غير ما تغسلها، يعني بتحب تغسلها على دخلة الشتاء. انا صراحة مش من الناس دي، انا بحب بعد ما الشتاء يخلص وخلاص دخلنا في الحر اروح غسلها كده وشايلاها وهي نظيفة، عشان ما احتس في الايام دي بتبقى حوسة صراحة. فلو ما غسلتهاش قوم يلا كده تنشط وتشجع، عشان الايام دخلت عليكي والبرد دخل عليكي، فقومي كده تشجع. خلاص كده ايه، كنت هحوش اللزج بتاع الرخام ده، وهو كان اخر جزء في الفيديو، اللي انا بكلمكم يعني فيه دلوقتي. فان شاء الله انتظروا الفيديو اللي جاي، ان بعد ما المطبخ هيكون اتشطب وعملت فيه شوية تفاصيل كده، اللي هو غسلت التلاجة شوية حاجات من دي عشان تكملوا باقي التشجيع. ولو ما كنتش لسه قمت اتشجعت، يلا قومي كده اتشجع وخدي قطعة من النشاط. يا رب يكون الفيديو عجبك ونال رضاكي واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير، ومع السلامة، واسيبكم في رعاية الله وحفظه.